مصر أرض الفراعنة، مهد الحضارة. منذ آلاف السنين كانت هذه الأرض شاهدة على تطور إحدى أعظم الحضارات في التاريخ. نسافر إلى هذه الأرض العريقة، تجذبنا أهراماتها المهيبة وأبو الهول الغامض. هذه المعالم ليست مجرد هياكل حجرية، بل هي رموز لقوة وإبداع المصريين القدماء. لكن مصر تحتضن عجيبة أخرى، غالبا ما يتم تجاهلها. بين هذه الآثار العظيمة يكمن سر آخر، مخفي بين رمال الصحراء يكمن عالم مفقود. هذا العالم ليس مصنوعا من الحجر، بل من الحياة والنمو، عالم من الخضرة النابضة بالحياة والعطر. في وسط الصحراء الكاحلة تنبض الحياة في هذه الواحات الخضراء. هذا هو عالم حدائق المصريين القدماء. كانت هذه الحدائق ملاذات من الجمال والهدوء. لم تكن هذه مجرد بقع من الخضرة المزروعة عشوائياً، بل كانت تصاميم هندسية دقيقة تعكس فهماً عميقاً للطبيعة، بل كانت ملاذات مزروعة بعناية. كانت هذه الحدائق توفر الراحة والهدوء في وسط الصحراء. لقد وفرت الغذاء والظل والجمال في المناظر الطبيعية القاسية للصحراء. كانت هذه الحدائق مصدراً للحياة، والأكثر من ذلك كانت جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المصرية، تعكس معتقداتهم وتطلعاتهم وارتباطهم العميق بالعالم الطبيعي. كانت هذه الحدائق رمزاً للحياة والخصوبة. تخيل نفسك في مصر القديمة، حيث كانت الحضارة مزدهرة والفن والعمارة في أوجها. الشمس حارقة، لكنك تجد الراحة في الظل البارد لعريشة مغطاة بكروم عطرية. كانت هذه العريشات ملاذاً من حرارة الصحراء القاسية. يطن الهواء بصوت النحل الطنان والماء المتدفق. كانت الحدائق مليئة بالحياة، حيث كانت النباتات المزهرة تجذب النحل والفراشات. تسبح الأسماك في أحواض صافية تعكس قشورها ضوء الشمس. كانت هذه الأحواض جزءاً من تصميم الحدائق، تضيف جمالاً وهدوءاً. كان هذا هو الواقع بالنسبة للعديد من المصريين القدماء، من المزارعين المتواضعين إلى الفرعون الأقوياء. كانت الحدائق رمزاً للمكانة ومكاناً للراحة والتأمل. استخدمها المصريون الأثرياء لعرض ثرواتهم ورقيهم. كانت الحدائق الفاخرة تعكس مكانتهم الاجتماعية العالية. زينت نباتات غريبة مستوردة من أراضٍ بعيدة حدائقهم. كانت هذه النباتات رمزاً للثروة والاتصال بالعالم الخارجي. أبقت أنظمة الري المعقدة التي تغذيها مياه النيل حدائقهم خصبة على مدار السنة. كانت هذه الأنظمة مثالاً على براعتهم الهندسية. لم تكن هذه مجرد حدائق، كانت أماكن تجمع للعائلة والأصدقاء ومواقع للاحتفالات الدينية، بل كانت تعبيرات عن القوة والمكانة. كانت الحدائق تعكس الروح المصرية، مزيجاً من الجمال والوظيفة. لكن الحدائق كانت أكثر من مجرد مظاهر للمكانة، فقد كانت تحمل أهمية دينية عميقة. بالنسبة للمصريين القدماء كانت الحدائق أماكن مقدسة. كانوا ينظرون إليها على أنها صورة مصغرة للكون، تعكس نظام الكون وتوازنه. غالباً ما كانت المعابد والمقابر تحتوي على حدائق متقنة. كانت أماكن يزرع فيها الكهنة نباتات مقدسة لتقديمها للآلهة. كانت رائحة البخور المصنوعة من هذه النباتات المقدسة تملأ الهواء، مما يخلق جواً من الخشوع والرهبة. كيف كانت تبدو هذه الحدائق القديمة؟ كانت هذه الحدائق مزيجاً رائعاً من الجمال والفائدة. تخيل أنك تسير عبر شغب من الألوان والعطور. كانت الأزهار الملونة تملأ الهواء بروائحها العطرة، مما يخلق جواً ساحراً. تلقي أشجار النخيل الشاهقة بظلالها، مما يوفر ملاذاً من حرارة الشمس الحارقة. تحتها تتمايل نباتات البرد في النسيم، تضيف لمسة من الحركة إلى المشهد الهادئ. تطفو أزهار اللوتس الزرقاء الزاهية، رمزاً للولادة الجديدة والخلق على البرك الهادئ، مما يعزز الشعور بالسلام والهدوء. لكن هذه الحدائق كانت أكثر من مجرد زينة، كانت أيضاً عملية، حيث تم زراعة النباتات لأغراض طبية وغذائية. وفرت أشجار النخيل فاكهة حلوة وأخشاباً قيمة،
مما ساعد في بناء المنازل وصنع الأدوات. قدمت أشجار التين الظل والغذاء، وكانت مصدراً مهماً للطاقة والتغذية. نمت العدس والبصل والثوم بوفرة، مشكلة النظام الغذائي الأساسي للمصريين القدماء، مما ساعدهم على البقاء والنمو. كانت هذه الحدائق شهادة على براعة وحيلة حضارة ازدهرت في الصحراء، حيث حولوا الأرض القاحلة إلى واحات خضراء. اعتمد نجاح حدائق المصريين القدماء على عنصر حاسم واحد: نهر النيل. كان الفيضان السنوي للنيل حدثاً يمنح الحياة. كان يودع طمياً غنياً على الأرض ويخص بالتربة ويضمن حصاداً وفيراً. لكن الفيضان كان أيضاً سلاحاً ذا حدين، فالمياه الزائدة قد تكون مدمرة. طور المصريون القدماء تقنيات ري بارعة، بنوا قنوات وخنادق لتوجيه مياه الفيضان وتوجيهها إلى حقولهم وحدائقهم. استخدموا جهازاً يسمى الشادوف، وهو نوع من الرافعات لرفع المياه من القنوات وري محاصيلهم. كان هذا الاتقان للماء مفتاح نجاحهم. لم تكن الحدائق مخصصة للأحياء فقط، بل كانت مهمة أيضاً للآخرة. آمن المصريون القدماء بالحياة بعد الموت. كانوا يعتقدون أن المتوفى يحتاج إلى الغذاء والراحة في الآخرة، لذلك أدرجوا الحدائق في مقابرهم. غالباً ما كانت تصور حدائق الآخرة في لوحات المقابر. أظهرت حدائق خصبة مليئة بأشجار الفاكهة والزهور والبرك. في بعض الأحيان كانت تزرع حدائق مصغرة فوق المقابر، مما يوفر رابطاً ملموساً بين عالم الأحياء وعالم الموتى. بالنسبة للمصريين القدماء، لم تكن النباتات مجرد مصادر للغذاء والجمال، بل كانت مشبعة بمعنى رمزي. كان لكل نبات أهميته الفريدة، وغالباً ما يرتبط بالآلهة أو بمفاهيم الحياة والموت والبعث. رمزت زهرة اللوتس التي تظهر نقية من الماء الموحل إلى الخلق والبعث. مثلت نباتات البردي المستخدمة في صناعة الورق المعرفة والحكمة. كانت شجرة الجميز بفروعها الواقية رمزاً للحماية والراحة. أضافت هذه المعاني الرمزية طبقاً أخرى من العمق والأهمية لحدائق المصريين القدماء. تراجع خطوة للوراء وفكر في الصورة الأكبر. رأى المصريون القدماء الكون كنظام منظم ومتناغم. كانوا يعتقدون أن هذا النظام الكوني ينعكس في حياتهم الأرضية، في مجتمعهم، وحتى في حدائقهم. تم تصميم العديد من الحدائق بطريقة متماثلة، مع برك مستطيلة ومسارات مستقيمة ونباتات مرتبة بعناية. عكس هذا التصميم المتعمد إيمانهم بالنظام والتوازن، مما يعكس رؤيتهم للكون. لقرون ظلت أسرار حدائق المصريين القدماء مدفونة تحت رمال الصحراء، لكن في العقود الأخيرة اكتشف علماء الآثار اكتشافات رائعة. تسلط هذه الاكتشافات ضوءاً جديداً على تقنيات البستنة المتطورة والأهمية الثقافية لهذه الواحات الخضراء. كشفت الحفريات في معبد الكرنك عن بقايا حديقة نباتية واسعة، كانت تحتوي على نباتات من جميع أنحاء العالم المعروف، وهي شهادة على مدى طموح المصريين القدماء. تساعدنا هذه الاكتشافات على تكوين صورة أكثر اكتمالاً لهذا العالم المفقود. ربما تكون حدائق مصر القديمة قد ولت منذ زمن طويل، لكن إرثها لا يزال قائماً. لا تزال التقنيات التي ابتكروها مثل الري واستخدام هياكل الظل يستخدمها البستانيون اليوم، ولا تزال النباتات التي زرعوها من أشجار النخيل إلى أزهار اللوتس تزين الحدائق حول العالم. ولكن ربما يكون الإرث الأكثر ديمومة لحدائق المصريين القدماء هو رسالتهم عن التناغم. إنها تذكرنا بأهمية التوازن والنظام في حياتنا وفي علاقتنا بالعالم الطبيعي. في عالم يواجه تحديات بيئية، أصبحت هذه الرسالة أكثر أهمية من أي وقت مضى.